دعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا. شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. أصدقائي المشاهدين، تغير الحفل من افتتاح إلى اختتام وبقي الإبداع ذاته. في يوم قطر تجمع العرب، الأردن والمغرب الأفضل بالبطولة على ملعب لوسيل العالمي، يتنازعان قمة الكرة العربية. لحظات وتنطلق القمة بين النشامة وبين المغرب، الوصول في محاولة الشجعان وأبطال الأردن من أجل لقب يكتب في التاريخ ويشهد عليه كاتب التاريخ. تشكيلة النشامة لحراسة المرمى يزيد أبو ليلى، رقم 3 عبد الله نصيب، رقم 4 حسام أبو الذهب، رقم 19 روسان، رقم 6 عامر جاموس، 17 عصام، 20 محمد أبو طه، 21 نزار الرجدان، 7 أبو رزيق الشهير بالشرارة، 9 هداف البطولة علي علوان، ورقم 13 الكابتن محمود مرضي. مروان، 7 بالقصود، 19 الموساوي، 3 انس باش، 6 الكابيتان محمد احو عنوان. في نقطة ساحكي عليها بعد المخالفة، تمشي كرة أردنية والحارس سهل المهدي بن عبيد تحت المطر. مباراة منتخب المغرب، الكرة الأولى خطيرة العرضية ترجع بالراس من عبد الله نصيب. بداية ضاغطة من الجانبين، بداية كلها حماس، إثارة في عنوان الفينال، النهائي الحلم، النهائي المرتقب المنتظر، والكرة مغربية. لا، هذه هي دعوات الأردنيين من أجل الفرحة الكبرى. المنتخب الأردني في أول نهائي في كأس العرب، كرة مباغتة والهدف الأول عالمي من أسامة طنان. أي جول، أي كرة، أي لوب، هذا تاريخ، هدف أسطوري هنا في مرمى لوسيل، في ملعب السحر. هنا يواصل استاد لوسيل نثر سحره في مباراة الكبار. مش ممكن على الهدف، مش ممكن على الجول. كيل بوت، كيل ريتي، جولاسو للمنتخب المغربي. 1-0 في 4 دقائق. كرة ملعوبة من أسامة طنان، كرة من أكثر من 50 متر. يا الله، هدف البطولة، بل هدف هو الأجمل في تاريخ كؤوس العرب منذ البدايات، بعودة الألوان الكحلة والبيضة إلى عاد الألوان، في نقل تلفزي حصري ومباشر وروعة في كرة مباشرة. يزيد أبو ليلى يباغت، والمنتخب المغربي يفتح بوابة التسجيل. عالمي، عالمي يا طنان. أسامة جول، أسامة من 50-60 متر يباغت يزيد أبو ليلى في أجمل أهداف البطولة عبر تاريخه. 1 المغرب، 0 الأردن. البداية متميزة من الأسود. المغرب له الدراية، له التقاليد، له ثقافة النهايات، له اليوم كأس العرب. يا طارق، أنا لا أخفي عليكم عنونت القمة المغرب وبين طارق السكتيوي على أنها مباراة الانتصار ومباراة المستقبل، لأنه ممكن يكون بعد مرحلة المتميز الرقراقي ممكن اللعبة ستلعب بين السكتيوي وبين جمال في قيادة الأسود بعد فترة. هدف عالمي، إصابة ليزيد، سلامات يا أبو ليلى. 1-0. هكذا هي النهايات، بأدق التفاصيل، بأقل الجزئيات. 1-0 في ترجع كرة المنتخب المغربي خطيرة، والحارس يتصدى، وكرة قريبة من أزارو، وليد أزارو على كرة كريم البركاوي. أي بداية للمغرب، أي انطلاقة للأسود. هذا عام المغرب، هذه سنة الكرة المغربية، أبطال العالم في الأندر 20، ثم حققوا لقب الشان. الآن يتقدمون في نهائي العرب. نعم، سنة 40 هدف بابا في السيدي ناسيونال غينيا في أديس أبابا من أيام الحبشة. تراحل وتساور الكرة المغربية حلم التتويج. هنا كرة من حريمات وفرصة للهدف الثاني. أي انطلاقة من الأسود. الأسود تردد الجميع من أجل لقب البطولة. كرة ملعوبة طويلة تمشي السهلة للحارس. ستكون للنشامة عن طريق علي علوان.
هذا هو الحكم نيبيرك، هذا على فكرة عنده ذكريات مع المغاربة، هو دار مباراة أولمبياد باريس الشهيرة المغرب والأرجنتين اللي 2-1 للمغرب، عدلت الأرجنتين في الوقت الضايع أورتيغا تقريبا بعد ساعة. تمشي كورة عن طريق ماردي بالراس خطيرة، مش ممكن، محاولة أردنية صعبة. الفريق اللي في الشوط الثاني ركنية لمنتخب الأردن، التنفيذ على القائم الثاني خطيرة بالراس جول، هدف التعادل للنشامة. الأردن يا الأردن، الأردن يا الأردن، 1-1 1-1. الفينال ولع، الفينال اشتعل. أي كورة، أي عرضية والرأسية من عنوان 5 وخميس، هدف الخامس علي علوان بالجول بالراس، يعيد حسن عبد الفتاح إلى آمال التتويج بالكاس أمام النجم شيبو. 1-1. أي راسية، ضربة راس، هدف عالمي يا الأردن، علي علوان الجول. النشامة تحلق من جديد. هذا الأردن اللي لا يستسلم، هذا الأردن اللي لا يعرف طعم الخسارة، يلعب لل90، يقاتل على كل كورة. جول، يطلع علوان ويضرب الراس، والكورة في شباك مادي بن عبيد. نهائي آخر، نهائي الأحلام، نهائي العرب المثير. البداية مغربية، ويمشي الكرة عن طريق الهجوم المغربي. آزار وحمد الله يسخن، والكرة مغربية، والراس من أجل الثنائية خطيرة، العرضية مش ممكن في الشبكة الصغيرة، خالوها في المرمى، أحبوها في المرمى. زيارة ثانية يا مساوي يا سعدان، ولكن مرت سلامات من آزارو إلى سعدان، وكرة مروان كانت قريبة لإسعاد شعب. هذه ضربة الراس، علوان أعطاه فيها كل قوته، واللي راح واللي جاي ما بعدش برشا. علي علوان، يمشي علي علوان ويحط الثاني، جول للنشامة. الثاني أردني، الثاني أردني. الأردن عاد من بعيد، الأردن عاد من جديد. أي شخصية، أي كاريزما، أي قتالية، أي أداء رجولي وبطولي. علوان في سادس أهدافه، إن كان للتعادل طعم الأمل فإن في الثاني مذاق البطولة. الأردن 2 المغرب 1، وانتصف توقيت الشوط الثاني في صورة يا الله، يا لا من صورة. الأردن يبكي فرحا وانتظارا لآخر الدقائق، والوصول يا مهداوي عندها 20 دقيقة للكامباك. 2-1. لم يهتز أعصابك يا علوان، أعصابك يا علي في سقف المرمى. جول الثاني في مرمى بن عبيد. 2 الأردن 1 المغرب، في شوط ثاني مثير جدا، شوط الإثارة، شوط العودة الأردنية، شوط تغيرت فيه الصورة وتغيرت فيه نتيجة الكورة، وفيه تغير لحد اللحظة تجاه كاس. سلام. النهارده جايين نتكلم على البطوله العربيه. انا شايف ان البطوله العربيه ديت من احسن البطولات اللي انعملت في الفتره الاخيره، بتلم العرب كلهم تحت رايه واحده، وشايف ال4 سنين كتير قوي على البطوله ديت. انا حابب اشوف البطوله ديت كل سنتين، كل سنتين هتبقى معقول، انما تحرمونا من المتعه ديت لمده 4 سنين هتبقى صعب قوي. فالناس كلها بتستنى البطوله اللي زي دي، حاجه يعتبر صافيه كده، بتلم العرب بس، بتوحد شمل العرب بس، بتلم الجميع وبتلم الحبايب. كوره بقى ممتعه، في الاول وفي الاخر اللي طالع كسبان او اللي طالع خسران الامور عادي، مفيش اي مشاكل، مفيش اي مشاحنات، مفيش اي حاجه. بطوله كده بتهتف للسلام. قطر صراحه، ودوله قطر في الفتره الاخيره خلينا نتكلم ونقول ان دوله قطر عملت حاجات كتير جدا في الكوره، وساعدت طبعا في لم شمل العرب من جديد. قطر بتقدم نموذج مثالي للكوره، بتقدم نموذج مثالي للامه العربيه، بجد حاجه تفرح جدا. انا مبسوط جدا بالمنظومه ديت وبالافكار الرهيبه ديت. في قطر من اول كاس العالم 2022، اللقب اللي توج بيه ميسي في اول مره في مسيرته على الاراضي العربيه في دوله قطر، وعلى الاستاد العملاق استاد لوسيل اللي شاهد اعظم نهائي في التاريخ، فبالتالي بتقدم اعظم نموذج مثالي للكوره. كاس عالم مش هنشوف زيه ولا هنشوف زيه في التاريخ، كاس عالم من امتع كاسات العالم اللي شفناها، ونهائي من اعظم النهائيات اللي شفناها في التاريخ. فبالتالي لو شفنا الناس دي هنشوف الفكر بتاعهم متطور، الملاعب اللي عاملينها والاستادات اللي عاملينها خياليه بمعنى الكلمه.
فهنتكلم ونقول اللي هم نظموا البطوله العربيه الاولى ونظموا البطوله العربيه الثانيه. استاد لوسيل اتلعب عليه نهائيات كتير، هنتكلم ونقول اللي اتلعب عليه نهائي كاس اسيا بين قطر وبين الاردن اللي فازت بقطر، وهنتكلم ونقول اللي اتلعب عليه كاس القارات الثلاثه اللي فاز بيه ريال مدريد. فهنتكلم ونقول الاستاد لوسيل من اعظم الاستادات اللي شهدت احداث نهائيه خرافيه في التاريخ، ومن اعظم النهائيات اللي شفناها على استاد لوسيل. هنتكلم ونقول ان دوله قطر من اعظم الدول اللي نظمت مونديالات ونظمت بطولات، فبالتالي الواحد ما شافش الجمال ولا المتعه الكرويه ولا النهائيات ولا التنظيم العالمي ده في اي دوله بالتنظيم اللي شافه في دوله قطر والمتعه اللي شافها هناك. انا ما شفتهاش صراحه في دوله اوروبيه ولا اشوفها في دوله اوروبيه، مش عشان دوله عربيه واحنا عرب بنتكلم ونقول كده، لا بصراحه ندي الناس دي حقها ونقول ان الناس دي نظمت وتفوقت على الغرب في كل اللي عملوه، في التنظيم وفي كل حاجه وفي الاداء وفي كل حاجه، ما سابوش حاجه من قبيل الصدفه. كل اللي عملوه كان وراه جهد وسعي، وكان وراه مجهود كبير جدا مبذول، وكل حاجه جميله وراها شغل ومجهود اكتر من رائع. بجد نشكر دوله قطر على التنظيم وعلى الجمال للمره المليون، ما نقدرش نقول اكتر من كده، ونتمنى منهم الافضل دائما بامر الله.